أنا خرجت من داري تحت القصف وما نعرفش كيفاش لميت روحي وخرجت نجري ديجا ما عنديش باجاج خرجت معناها الحمد لله يا ربي وكهو الحمد لله يا ربي الحمد لله يعطيهم الصحة اللي سرعونا في الطيارة والحمد لله جينا روحنا البلاد ما عادش فما ضاحية تحطمت كلها مشيت كلها الجنوب مشى الكل مو انا ما كنتش غادي في الوقت هذاك ما كنتش في الضاحيه كنت بعيده اما بالطبيعه معناها تفجير برشا كبير صحابي يسكنوا غادي ديارهم مشات انا عندي حتى في الفامي شكون دياره مشات انا داري اصلا ما نعرفش عليها ما زالت موجوده ولا جوسكا لا كي بدا القصف ليلتها نهار الجمعه في الليل هربنا قعدنا في بلاصه بليز مو امنه وهنا ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله قصف يعني برشا يعني أنا وليدي رقدنا تحت الشجرة قصف حاجة جديدة علينا يعني مش مستانسين بها عنف 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 ياسر 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 يعني متلبكين خايفين متوترين يعني تخبط عايشين ياسر تخبط مش عارفين قلق معني خاطرها قلت لك حاجة جديدة علينا مش مستانسين بها والعباد اون فيت حاجة جديدة عليها وجديدة كيفاش معناها بعنف قوي معناها عباد فما انا الحمد لله معناها صارت عندي شوي اضرار فما عباد توانسات هدمت ديارها فما اللي مات لهم عباد في الجنوب يعني مش سهله اكيد صعيبه يعني ما تعرفش وقتاش يطلع الانفجار المسيرات فوقك الطيران الحربي فوقك الاولاد خايفين يبكيوا ليه معناها حاجه مش سهله معناها باش وصلنا والحمد لله الحمد لله وصلنا وكاو معناها هذا تعبنا برشا خاصه في نهار الثلاث هو كي نزحنا الناس الكل مع بعضنا فما سيركولاسيون وقعدنا 18 ساعة وحنا في الاوتوروت ما نجمناش نتحركوا بعتالي مشيت لبيروت عندنا شكون انسابنا غاديكا وبعتالي مشيت للعكار كي نزحنا حني في الاوتوروت وكانوا يقصفوا من على جناب الطريق معناتها منا معناتها كان خوف مش طبيعي معناتها اللي عشت يعني مش نورمال يظهر لي فما ناس مازالوا ما سجلوش هما نورمالمون يسجلوا يعملوا الاستمارة يملوها اما هما مازالوا ما سجلوش دونك قاعدين غاديكا يسجلوا مش السفارة تتم اجلال نتاعهم